بص، الماتش ده انا كنت لسه راجع من اصابه، والماتش ده ما لعبتوش، كنت احتياطي. ف بعد الجون اللي دخل فينا ده، فلقيت اللعيبه كلها طبعا حاسه ان في سيناريو بيتعاد تاني. اللعيبه كلها حاسه ان احنا بره البطوله، ان احنا هنروح نلعبهم هناك وعلى ملعبهم قدام جمهورهم. فمعظم اللعيبه حست ان خلاص البطوله راحت. فبعد الماتش ده، الماتش خلص، فتقريبا قفشه نزل اخر 10 دقايق تقريبا. فبعد الماتش ما خلص الحكم مصفر. فقلت لقفشه: انا هجري شويه بعد الماتش هنا في الملعب، تحب تزود؟ فقال لي: اه، هاجي اجري معاك. فجرينا شويه كده، دخلنا اوضه اللبس. فدخلت اوضه اللبس، لقيت يعني معظم اللعيبه اللي كانت موجوده حطوا وشها في الارض. ومعلول طبعا كان منهار، انه حس ان هو السبب، او هو ومنعم. ف بدأت أتكلم مع اللعيبة، أقول لهم: يا جماعة، كسبانين. احنا كسبانين. حتى الراجل دخل استغرب من الحالة. قلت لهم: يا جماعة، احنا كسبانين، هم جابوا فينا جون، احنا لسه عندنا ماتش هناك ونقدر نجيب فيهم جون. احنا لو رحنا الماتش بالعقلية دي، احنا احسن لنا ما نروحش. فالراجل دخل بقى، كان مصدوم من الحالة اللي اللعيبة امم فيها، بدأ يتكلم برضو، يقول ان احنا كسبانين، انتوا ما بتفرحوش ليه؟ ليه اللعيبة زعلانة؟ وداخل بقى راجل أوروبي، داخل ايوه. فاكر إن اللعيبة هتلاقيها بترقص في الأوضة وفرحانة. لا، في جنازة في الأوضة. فاستغرب طبعا. بعد كده رجعنا تمرين في النادي. ف... فطول الليل أنا قاعد أفكر، لأن عارف إن يوم التمرين ده هيبقى فيه محاضرة قبل التمرين. طبعا. ففي حاجات كتير في دماغي عايز أقولها وعمال أفكر فيها. فروحنا عملنا اجتماع في النادي قبل التمرين. فالشناوي اتكلم عن أهمية الماتش وبتاع والكلام ده. فقال لي: يا جماعة، اللي حد عايز يتكلم يقول. ف... فأنا رحت قايم. قلت نفس الكلام يعني. قلت إن إحنا لازم نكسب، وإحنا هدفنا إن إحنا رايحين عشان نجيب جون بأي طريقة. لازم الأسبوع ده نشتغل على كده. كل يوم اللعيبة بتنزل التمرين لازم نركز، واللعيبة كلها تتمرن كويس، احنا كسبانين ولازم نبقى رايحين مبسوطين، وان احنا لازم نكسب. قلت لهم ان انا قلت لهم: انا واحد من الناس، انا خسرت من الفرقة دي مرتين.